قالت لي إيه صحيح، شنو هاي الصدفة؟ أنا جاية يم جيراننا ثالث فرع عنكم، ونسوانهم قالن إنه جيراننا عندهم سابع مال متوفي، تعال ويانا نروح للثواب مالته. وبالصدفة طلعتوا أنتم نفسكم اللي جيتكم بيوم الدفنة مال المتوفي، لأن كنت أدور على قبر ابني وردت بنات اثنين من عندكم يجن وياي وأنت ما قبلتي. تقول المرة ما ارتاحت مرة ثانية من هاي المرة العجوز وقلبي ظل خايف منها، ونبهت بناتي انه يصيرن حذرات وما يرحن وياها لأي مكان، خاف تطلب منهن ان يوصلنها البيت جيرانهم. خلصت المناسبة مال السابع وطلعن كل النساء من البيت، وهاي المرة العجوز طلعت ويا النسوان وانصرفت. بس المرة صاحبة القصة تقول انه اني ظليت افكر بيها واقول شنو سر هاي المرة العجوز؟ ليش بيوم اللي دفنا زوجي كانت يم القبر؟ وشلون اندلت بيتنا واجتنا وقعدت ويا النسوان؟ بعد مرور فترة من الزمن قررت المرة زوجة المتوفي ان تروح القبر زوجها، هم تزور وهم تروح تقرا له الفاتحة وتغسل القبر مالته. طبعا هاي من عادات العراقيين، انه كل ما يروحون للمتوفي مالتهم يغسلون القبر مالته بمي الورد. طبعا راحت المرة وحدها وما أخذت أي أحد وياها باعتبارها مرة كبيرة، والوضع بذاك الوقت كان أمان ومو نفس هسه بصعوبة المرة تطلع وحدها. المهم صعدت المرة بالسيارات وراحت للنجف، ومن وصلت للمقبرة كان تقريبا وقت المغرب والشمس استوها بدأت تغيب، وطبعا تأخرت لأن تيهت قبر زوجها. وبين ما دورت على القبر ولقيته كان صاير الليل واستوى بدا الظلام. المهم لقت القبر مال زوجها وقعدت يمه ورادت بس تقرا الفاتحة وتنصرف بسرعة، لأن صار الليل وبدت المرة تشعر بالخوف. وبينما هي قاعدة يم القبر وجا تغسل القبر